قميص المأمون أو القميص الملعون. ناس كتير شافت القميص اللي ظهر في فيلم الفيل الأزرق، واللي الناس ما تعرفوش إن القميص ده موجود حقيقي، لأ وموجود في مصر. والقميص ده في منه 8 نسخ في العالم كله. لأ وكمان في ناس بتقول إن النسخ ال8 دول لو اتجمعوا مع بعض يبقى عندك قوة سيدنا سليمان في التحكم في الجن. لكن المشكلة إن في منهم نسخة مش موجودة ومفقودة نهائيا، والأقوال بتقول إن الجن هم اللي خافوا القميص عشان محدش يتحكم فيهم. تابعني عشان أكملك القصة وإيه حكاية القميص وبدايته. بس استنى، ما تنساش تدعم القناة بالاشتراك وكون واحد من أحسن الناس على اليوتيوب، وعبر عن رأيك بلايك متين. يلا بينا. بتبدأ القصة لما قميص مسحور كل اللي بيلمسه أو بيلبسه بيموت. سنة 1913 جات مكالمة لمدير المتحف الإسلامي، واحد عنده أثر إسلامي وعايز يبيعه بأي تمن. وفعلا استلم مسؤول المتحف شنطة فيها حاجة من جزء واحد وعلى شكل قميص، لكن شكله مش طبيعي وكأنه طالع من فيلم رعب. القميص مليان خطوط وأشكال وآيات قرآنية وأرقام مش معروف معناها. وعملوا بحث ودراسة عن القميص وعن قصته، وبعد فترة طويلة من الدراسة عرفوا إن القميص ده يرجع قصته للفترة اللي كان فيها الخلافة الصفوية العثمانية في حكم الملك سليمان الأول، وكان حاكم فاشل وخسر كتير من الدول اللي كان بيحكمها، وانتشر أيامه الفساد والدجل اللي الناس كانت بتلجأ له عشان تحل مشاكلهم. لا، واللي زاد وغطى إنه سليمان الأول هو كمان اتجه للدجل وراح لواحد دجال عشان يشوف حاله في اللي بيحصل له والدول اللي بتروح من تحت ايده، وعلى طول 24 ساعة قاعد في قصر الحريم ما بيتحركش من هناك. والدجال قال له ان اليوم اللي انت اتنصبت فيه كحاكم كان اليوم ده يوم مشؤوم ولازم يعاد تنصيبك من جديد. وفعلا سنة 1667 تم تنصيب الملك سليمان الأول للمرة التانية. ومع ده كله الدجال اداله قميص لازم يلبسه طول حياته، وهو ده اللي يحميه من القتل ويحل له كل مشاكله. ولكن القميص اتقلب عليه للعنة ومات الحاكم، والقميص اتنقل من حاكم للتاني، وكان معظم الحكام اللي كانوا بيلبسوه برضه بيموتوا لحد ما وصل لواحد اسمه مصطفى بيك شمس الدين. الراجل ده هو اللي كان عايز يتخلص من القميص، واتصل بمدير المتحف الإسلامي عشان يديله القميص بأي تمن. وعلى فكرة القميص ده موجود منه 8 نسخ، 4 منهم بس موجودين في مصر، 3 في المخازن و1 معروض في المتحف المصري. والناس بتزوره من كل حتة في العالم عشان يشوفوا غرابة القميص ده اللي مليان أشكال هندسية وآيات قرآنية وأرقام وحاجات كتير مختلفة. وكان كمان مليان تعاويذ سحرية، وناس كتير قالوا إن التعاويذ دي معمولة من كتاب شمس المعارف المعروف بالسحر والأعمال السفلية. وكان كمان اسم هاروت وماروت موجود على القميص، ودول ملكين كانوا بيعلموا السحر. وصف القميص: مساحة الوسط 92 سنتي، يعني اللي بيلبسه شخص كان ممتلئ جدا. وعرض الكتف 89، يعني شخص كان عنده عضلات ضخمة جدا. وكان طول القميص 132 سنتي. ولكن للأسف محدش يعرف ايه اللي موجود على القميص، ومعرفوش يحلوا اي حاجة منه. وكان موجود كمان على القميص بقعة دم ناحية الرقبة، ومعرفوش ايه سببها. ملحوظة: كانوا بينسبوا القميص للمأمون، ولكن المأمون كان راجل علم ومعرفة، ما كانش ليه في الدجل والشعوذة. والفترة اللي ما بين المأمون والقميص فترة مختلفة نهائي. وزي ما انتوا سامعين القميص بيضر، ما بينفعش اي حد. الضرر والنفع بإيد ربنا سبحانه وتعالى الواحد القهار. يلا انزل دلوقتي واشترك في القناة ولايك متين عشان نكمل. اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.